بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي في الله. احنا النهاردة بقى هنعمل مع بعض كده صينية كفتة بالتحابيش الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. انا دلوقتي محضرة كيلو كفتة متبلة، انا بشتريها جاهزة. هي دي كفتة متبلة من عند اي جزار، ماشي. وعامله لها حوالي ربع كيلو برغل، كنت نقعها في ميه يعني، ومقشره هنا بطاطس رفيع كده اهو، وفلفل الوان كل الالوان، والبصل ده طرنشات، وجايبه معايا سمنه. التوابل بتاعتها بقى، انا عندي هنا بهارات كفته، وعندي هنا اللي هو اسمها ايه ديت، مكعب بس مش مكعبات، ماجي، مرقه ماجي بس مش مكعبات، عندي بودره مرقه ماجي، وفلفل اسمر، وكاري، وتوم باودر، وملح. خلاص، فانا هعمل ايه بقى؟ هجيب الخضار ده الاول، لازم اتبله لان هي الكفته نفسها متبله. تدلقه كله هنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله اكبر. خلاص، هقلب بقى التوابل الاول كده مع بعض كلها، علشان كلها تاخد الحياء واحد، ماشي. اعمل بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. خلاص، المقصود ايه؟ ان ده اللي يتبل، لكن دوت دي متبله جاهزه بس. الحاجات الحلوه في حاجه فيهم حراقه. الحاجات اللي زي دي هي دي اللي بتاكل الواحد والله يا جماعه اهي. والدهون بقى اللي في الكفته لما بتنزل عليها بتديها طعم حلو وريحه جميله كده. ده شغلنا الاولاني، ان احنا بنتبل الخضار بتاعنا. اللي عندك برضو كوسه حطي كده يعني. انا حطيت بطاطس، يعني البطاطس اللي هي بتبقى محببه اكتر تحت الكفته. هنحاول نلفها كلها بالتوابل بتاعتها كده، دي الحقيقه الحلوه دي. انا كنت حاطه ملح برضو لكن نسيت اقوله. نفكها كده. خلاص، عشان نوسع لنفسنا بقى. انا هشيل دول كده، وانا بتعامل دلوقتي مع بتعامل بقى مع الكفته نفسها. دي دلوقتي كيلو كفته متبله، فانا حوالي ربع كيلو برغل هحط عليها، بس ما ايه، اعصره جامد، اعصره جامد من الميه. انا هشوف كده ايه لغايه ما اشوف هتاخد معايا قد ايه يعني. شوف كده الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. خلاص، هنبتدي بقى ان احنا ايه، نعجنها جامد بالبرغل. انا ما حطيتش فيها اي نوع توابل خالص، لان هي بتيجي بملحها بتوابلها جاهزه جاهزه يعني. لازم ما نبينش البرغل خالص فيها، وبيديها طعم حلو برضه. انا خلاص كده خلصت يا جماعه اهو. هبتدي بقى ان انا اسبع الكفته بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب ان انا اعملها صوابع كبيره. بسم الله ما شاء الله.
بتبقى في النتيجة في الاخر، لان انا عاملاها كتير قبل كده. طعمها خرافة خرافة، جميلة جدا. النهاردة الجو حر قوي قوي. شم النسيم النهاردة، شم النسيم، والناس كلها في سوق الخضار، حتى بياعين السمك المسيحيين شغالين النهاردة. بالنسبة لهم موسم بتاعنا احنا، في عيدنا احنا هنبتدي ناكل سمك، فالناس زحمة موت عند بياعين السمك. حتى انا بقول لابو مريم آه بقول لابو مريم ايه اللي منزلك النهارده عيدك؟ بس موسم شغل بالنسبة لهم. كل سنة والمسيحيين طيبين يا رب. هنرجع بقى نحط السمنة عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما بحبش الزيت، يعني اللي عاوز يحط زيت يحط، لكن انا ما بحبش الزيت في الخضار. خلاص، هي دي بقى صينيتنا كده. احنا هندخلها الفرن وهنعمل مع بعض ان شاء الله الرز البسمتي. هنعمل مع بعض الرز البسمتي. هنا قدحت السمنه، هبتدي ان انا عامله كوبايتين بس رز. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو نقلبه كده من دقيقتين ل3 دقايق. اللي هو الاكياس اللي بتتباع في السوبر ماركت ديت بخلطة الرز بطعم الكاري، اسمه كاري تيست. انا مش بعمل له اعلان يا جماعه، لا، انا بقول لكم انتوا اخواتي طبعا، وبقول لكم ان حاجه زي كده حلوه وكويسه وممكن نستعملها في الرز البسمتي، مش اكتر من كده. انا ما اعرفش صاحبها ولا اعرف شركتها. ماشي، انا جربتها قبل كده فكانت حلوه معايا قوي، فانا بقول لكم انتوا علشان خاطر تجيبوها، مش اكتر من كده. نقلبه عشان يبقى مفلفل. بعد كده لازم نديله تقليبه كده حلوه من دقيقتين ل3 دقايق. شبه ان هو اتحمص شويه. ابتدي بقى احط عليه كوبايات بصوا، كوبايتين رز بسمتي بتحط عليهم 3 كوبايات ميه، بنفس الكوبايه اللي عايرنا بيها الرز. لازم تكون ميه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اول واحده، ثانيه، الكلام دوت في الرز البسمتي بس. الغيار ده في الرز البسمتي بس. اهو ادي الكيس اهو، هنفضيه كله هنا. نوطي النار بقى. خلاص، انا دلوقتي في حاجه بقى انا مش متاكده منها. يعني على طرف لساني كده وهتمضمض دلوقتي عشان اعرف فيه ملح ولا لا.
انا لقيته ان هو برضو محتاج ملح. انا مش هحط ملح كتير لان البهارات اللي هو في الكيس دي محدقه شويه كده بس بسيط يعني. خلاص يلا انا هقفل عليه بقى وارجع لكم تاني بعد ما تستوي الصينيه والرز. طيب احنا خلصنا خلاص الكفته بتاعتنا الجميله الحلوه ديت. بصوا الحاجات اللي من تحت الشيقه دي جميله جدا، دي اللي انا هاكلها. انا هاكل الحاجات اللي تحت دي على فكره ماشي. وبصوا ناشفه معانا حلوه ازاي، مش سايبه ولا حاجه. وعندنا عملنا لسان عصفور والرز البسمتي الجميل دوت. ويلا كده ما تنسوناش في اللايك يا جماعه، والسلطات بتاعتنا. وعملنا التانج بتاعنا تانج المانجا دوت. ويلا اتفضلوا معانا بقى، كل سنه وانتم طيبين. وما تنسوناش في اللايك يا جماعه والشير والاشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.